اسمعوا. جماهير ريال مدريد تضع الحجج بأن المباراة ليلة أمس كانت مع إي سي ميلان، وأن نادي ريال مدريد كان يلعب بالفريق الشباب. طب ما هي بالفعل ودية، وريال مدريد بالفعل لعب بالفريق الثاني، يعني ليكون انت جد مفكر انه بطولة رسمية. لا تحسسني انه ريال مدريد خسر نهائي دوري الابطال، كلها مباراة ودية فعليا، والعالم كله بيعرف انها ودية، فتيجي انت وغيرك تعملوا لي اياها نهائي دوري ابطال عشان بس انه مجرد انك بدك تهايط على مدريد. كملوا. يا أخي ما جاك برشلونة أول أمس ولعب قدام مانشستر سيتي باللاعبين الشباب، ومانشستر سيتي لعب باللاعبين اللي طقعوك 4-0. هون انت حسسني انها بالفعل البطولة رسمية، وانه انت جايب بطولة دوري ابطال اوروبا على السيتي وفي ويمبلي. ركز وين؟ بويمبلي. هم اثنين بس، جريليتش وهالاند. لا تهبد يا اخوي زيادة عن اللزوم، الله يرضى عليك. معلم هذا السيتي اللي انت بتفتخر فيه، اسأل جمهوره الاصليين مش انتو، جمهوره الحقيقيين، مين اكثر نادي بجلدهم وبقصيهم من دوري الابطال بالفترة الاخيرة؟ بقول لك الوحش ريال مدريد. في أمريكا لا في لا حكام ولا في سحر ولا في شعوذة. قلت لي تحكيم، قلت لي امريكا ما فيها تحكيم. طب وهاي ايش يا حبيبي؟ هاي بنفس المباراة اللي بتفتخر فيها انك فزت على النادي اللي فاز علينا بالاربعة. اخوي الله يرضى عليك، المباراة هاي لو في دوري ابطال اوروبا وانت تواجه السيتي بوكلوك 10. لانهم اقوى من بايرن ميونخ، والبايرن اعطاك 8، واليوم التاريخ 2-8، فلازم نذكرك فيها. عمر الاموال ما بتصنع فريق وبتصنع تاريخ. معلم هون انت اثبتت لي انك مش حقيقي، جد انت مش حقيقي. شو اللي اموال ومش اموال؟ اي اموال بتحكي عنها يا حبيبي؟ الله يرضى عليك، نادي الاموال هو السيتي اللي قاعد بتدافع عنه. ريال مدريد التاريخ كله، ريال مدريد هو كرة القدم. انت يا ابو اموال ويا ابو تاريخ، اللي بيسمع بيقول انت البرشلوني اللي عندك 15 دوري ابطال. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.